دي احلى لازانيا صحية ممكن تجربوها، لازانيا الباذنجان، ودي اول وصفة من مجموعة وصفات مناسبة لأنظمة اللو كارب والكارب سايكل، وكمان لمرضى مقاومة الانسولين وتكيسات المبايض. هجيب الباذنجان وهبدأ اقطعه شرايح كده مش تخينة ومش رفيعة. في الوصفة دي هستخدم شرايح الباذنجان المشوي بدل المكرونة عشان نعمل اللازانيا بتاعتنا. تقدروا تشووا الباذنجان بأي طريقة، انا حطيته في صاج في ورقة زبدة ورشيت عليه ملح وفلفل اسود وزيت زيتون ودخلته الفرن، وفي نص الوقت بطلعه واقلبه على الوش التاني. بالنسبه للحشوه هنشوح فلفل اخضر وفلفل الوان في زيت زيتون، وهضيف ليه لحمه مفرومه متعصجه من الاول وشويه من البقدونس المفروم، وهنقلب لمده 5 دقايق. وبعد كده هضيف معلقتين كبار من صلصه طماطم انا عاملاها في البيت. في الخطوه دي تقدروا تضيفوا البهارات اللي انتوا حابينها، وبعد كده هنسبك كله مع بعضه على نار هاديه جدا. بصراحه انا انبهرت بالحشوه دي، ريحتها كانت خطيره جدا. في الوقت ده كان خلاص شرايح الباذنجان اتشوت في الفرن. في نفس الصاج بدأت أرص الشرايح جنب بعضيها. هنحط طبقة من الباذنجان وعليها طبقة من الحشوة وبعد كده طبقة من الموتزاريلا لايت، ونكرر الطبقات. وبعد ما نخلص كل الطبقات هنزود شوية موتزاريلا لايت على الوش. ودلوقتي هندخلها الفرن على حرارة متوسطة، هتاخد حوالي من 20 ل 25 دقيقة. بصوا بقى يا جماعة، خطيرة جدا وريحتها كانت تحفة. تقدروا تاخدوا معاها خضار، بجد مشبعة جدا وطعمها يجنن، لازم تجربوها. واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.